الناس في مصر عايشة على الإذلال، ومشكلة الإنترنت والسوشيال ميديا إن أنت ما ينفعش يبقى دخلك الأساسي من إن الناس تتفرج عليك عشان أنت مش بهلوان. لو أنت بتقدم محتوى أيا ما كان نوع المحتوى فرزقك طبعا على الله، بس إن حد يشوفك أو لأ يبقى ده مقياس نجاحك، دي مشكلة. إن حد يتحكم فيك بلايك أو ديسلايك ويكرر عليك وعلى حياتك فيديو تقوله تخسر، دي مشكلة. انا عانيت كتير قوي بسبب ثقتي في ناس ما تستاهلش، ومشاكلي كلها عانيتها بسبب واحد ان معيش فلوس، اتنين حتى لو معايا انت في مصر معتمد على مين في دخلك، وهو ده اللي هيبقى بيتحكم في حياتك. اولا ربنا الحامي والحارس والحاكم، ثانيا لو اهلك اللي بيصرفوا عليك فهم اللي هيقرروا القرارات عليك، ولو رحت تشتغل عند حد وحسسته ان هو مصدر دخلك الوحيد اكيد هيتفرعن عليك ويعمل فيك كتير. انا معرفتش انزل شغل مرة في مكان مهما كنت محتاجة واتذللت لصاحب الشغل او اترجيته او استنيت منه حاجة. ما بعرفش اتحايل ولا اتذلل لحد، دي مشكلة. لا بحب اتفرج على حد وهو واقف يتذلل لي، ولا احب اذل حد. اغلى حاجة عندك اللي هي جسمك في مصر بتتاخد منك عشان ولا حاجة. ما بتعرفيش تعيش. السؤال هنا للأغنياء اللي قابلت منهم ناس، لما انتوا ربنا كرمكم تطمعوا ليه في عرض الفقراء؟ ليه ما تقدروش تاخدوا عرض فقراء أغنياء زيكم؟ والله كتر خيركم انكم تبقوا أغنياء وتفكروا تاخدوا في عرض الفقراء عشان تدوهم عليه فلوس. لا كتر خيركم والله. ليه الأغنياء دايما باصين على الفقراء؟ عشان الفقراء دايما بيبصوا عليهم. لو الفقراء ما بقوش فقراء ممكن الأغنياء ما يبصوا لهمش، وممكن الفقراء يلاقوا أغنياء أفضل. التصنيفة دي مش عجباني. غني وفقير كلنا بشر وكلنا واحد. ليه انت يبقى معاك فلوس وتطمع في حاجة مش بتاعتك؟ ليه يبقى في ايدك تاخد الحاجة بالحلال وتروح تاخدها بالحرام؟ ليه يبقى معاك فلوس وتفكر تزني بدل ما تتجوز؟ وليه في استحسان لسلوك ان الراجل يبقى عليه علاقات كتير او يتقال عليه عنتيل؟ ليه في تسقيف ان الراجل يبقى بتاع بنات ويتسقف للسلوك ده؟ ليه الراجل اللي مش مدردح وحش؟ انت عايزاه مدردح وبيكلم بنات ويعرف عليكي كتير، ده كده حلو؟ مش عايزه راجل خبره، قصدك راجل زاني. طلعنا حاجات من اساسيات الدين من مكانها وابتدينا نتكلم عليها. كلامنا عن الخصوصيات ده يعمل مشكله. كلامي ده كده يعتبر حرام.
لان انا بتكلم عن حاجات ما ينفعش اتكلم فيها. المفترض انا مش اهل ان انا ادي نصايح لحد، انا بقول ارائي الشخصيه. انا ما اقدرش اتوقف عن فكره ان انا ما اعبرش عن نفسي وعن ارائي في حاجات بتاذيني في حياتي، مخلياني مفيش حل غير ان انا اطلع اتكلم عليها واعترض، عشان ده السلاح اللي في ايدي في الوقت الحالي. المصريين بيحطوكي قدام اختيارات مش انت اللي بتختاريها ولا انت اللي بتقرريها. المصريين عايزين يعملوا فيكي كل حاجة بشعة وانت تسكتي لهم وتقفي تسقفي لهم، يأذوكي ويدمروكي ويحرقوا فيكي وياخدوا عمرك وفلوسك وكل حاجة معاكي وتسكتي لهم، ويشتموا في الصغير. المصريين بيحرموا اي بنت من حقها في جسمها او حياتها او نفسيتها. المصريين لا فقراء ولا غلابة ولا محتاجين.